إزاي تكتشف نفسك؟ أهلا بكم. معكم نانسي شعبان في الحلقة الثانية من بودكاست نقطة تحول. وبصراحة موضوعنا النهاردة بيمس كل واحد فينا، وهو إزاي أكتشف نفسي. الموضوع ده ممكن يبان سهل، بس الحقيقة إن كل واحد فينا محتاج يقف وقفة حقيقية مع نفسه. يعني بين الشغل والضغط والناس اللي حواليك كتير بننسى إننا نسأل نفسنا: أنا عايش إزاي؟ أنا مين؟ أنا مبسوط ولا لأ؟ طيب يلا بينا النهاردة هنحاول نفكر مع بعض بصوت عالي ونشوف إزاي نبدأ الرحلة دي ونكتشف نفسنا بجد. أول حاجة هنتكلم عنها: اعرف قيمتك. يعني إيه أعرف قيمتي؟ يعني ببساطة شديدة افهم إنك شخص فريد ومختلف ومميز. كتير بنقنع في دماغنا إننا بنقيم نفسنا على أساس كلام الناس، أو على أساس نجاح مادي، أو شكلنا إيه قدام الناس. بس الحقيقة قيمتك هي حاجة جواك، من الحاجات اللي بتعملها وبتحس إنها بتعبر عنك. خليك صادق مع نفسك، اسألها: ايه اللي بيميزك؟ ايه اللي بتحبه في نفسك؟ واهم حاجة، لو حسيت انك اقل من اللي حواليك راجع نفسك، افتكر ان مفيش حد زيك. دلوقتي نيجي للنقطة التانية: افهم نقاط قوتك وضعفك. طيب، خلينا عارفين ان مفيش حد كامل. كلنا عندنا حاجات بنعرف نعملها زي الفل، وحاجات مش شاطرين فيها قوي. المهم انك تبقى واعي بالحاجات دي. يعني لو انت شاطر في التواصل مع الناس، اشتغل على النقطة دي وعزز منها. لو حسيت في مرة انك ضعيف في حاجة معينة، زي مثلا كده مش عارف تنظم وقتك، ما تحبطش. حاول تتعلم وتشتغل عليها. الفكرة مش انك تخبي نقاط ضعفك، الفكرة انك تتقبلها وتحاول تطور منها من غير الضغط الكبير على نفسك. تالت نقطة هي نقطة مهمة جدا: لاحظ مشاعرك وردود أفعالك. كلنا بنعدي بمواقف يومية بتخلينا بنحس بحاجات كتير: الغضب والفرح والحزن والحماس. بس السؤال هنا: هل بتقف مع نفسك وتفكر ليه حسيت بكده؟ لو بدأت تلاحظ مشاعرك هتفهم نفسك أكتر. يعني لما بتكون متضايق من حاجة، اسأل نفسك ايه السبب. ولما تفرح فكر ايه اللي بيخليني مبسوط. الحاجات دي هي اللي بتديك أفكار عميقة عن شخصيتك وعن ردود أفعالك اللي بتطلع منك بشكل تلقائي. بعد كده نيجي للنقطة اللي بتغير كل حاجة: جرب تجارب جديدة. الحياة مش مجرد إنك تكون في روتين يومي ممل. جرب حاجات مختلفة، حاجات عمرك ما فكرت فيها. ممكن تروح مكان جديد، تتعلم هوية مختلفة، حتى لو حاجة بسيطة زي الأكل. جرب أكلة جديدة. التجارب دي مش بس بتديك شعور بالمغامرة، ولكن بتكتشف فيها جوانب في شخصيتك انت نفسك ما كنتش متخيل انها موجودة فيك. مين يعرف، ممكن تكتشف شغف جديد يغير حياتك كلها. واخيرا، اسمع لنفسك اكتر من الناس. احنا كل يوم بنسمع كلام من اللي حوالينا: ده المفروض تعمله، ده غلط، كمل هنا، سيب ده. بس الحقيقة رأي الناس دايما بيتغير، بس صوتك الداخلي هو اللي يكون صادق على طول. لما تحس انك تايه وسط كلام الناس، خد خطوة لورا. اسمع نفسك، احتياجاتك، أفكارك، وحتى أحلامك. ده أهم
من أي حاجة حد يقولها لك. وفي الآخر اكتشاف نفسك مش حاجة سهلة، ولكن رحلة تستاهل تبدأها. كل خطوة تاخدها هتقربك أكتر من حقيقتك، هتخليك تعيش حياة فيها رضا وسلام. وشكرا إنكم كنتوا معانا في حلقة دي من حلقات بودكاست نقطة تحول، واستنونا في الحلقة الجاية، وافتكروا دايما إن الإجابة جواكم.